عارف إن الكلمة اللي بنستخدمها النهاردة عشان نكفر بيها بعض أصلها كان مجرد كتاب شرح عند الفرس. ليه كلمة تينار زناديق كانت بتطير رقاب ملوك وأدباء، وإيه اللي رجعها لقاموسنا النهاردة؟ لو كنت عايش في العصر العباسي كلمة واحدة منك كانت ممكن تخليك زنديق وتنهي حياتك فورا. التهمة دي ما كنتش بس دين، دي كانت سياسة وتصفية حسابات، والنهاردة بقت ترند. تعالوا نعرف القصة المرعبة وراء كلمة عن الزندقة. احنا بنستخدم كلمة يندين زنديق كتير كشتمة أو إهانة، بس الحقيقة إن المصطلح ده هو أكتر مصطلح اتظلم وفهم غلط في تاريخنا العربي. من مجوس فارس لقصور بغداد، إيه هي حكاية الزندقة الحقيقية؟ قبل ما تكتب يا زنديق في الكومنتات على بوست مش عاجبك، لازم تعرف إن الكلمة دي زمان كان ليها وظيفة رسمية في الدولة. يعني كان في موظف شغلته صياد زنادقة. تعالوا أقول لكم الكلمة دي جت منين وليه لسه بنقولها. زنديق كلمة بنسمعها كتير في الأفلام التاريخية، وساعات بنشوفها في خناقات السوشيال ميديا كنوع من الشتيمة أو الإقصاء. بس هل سألت نفسك قبل كده الكلمة دي جت منين؟ وهل معناها زمان هو نفسه معناها دلوقتي؟ اليوم هنغوص في أصل الزندقة ونعرف حكاية الكلمة اللي بدأت بوصف إداري وانتهت بكونها تهمة دينية وسياسية خطيرة. المفاجأة إن كلمة زنديق مش كلمة عربية الأصل. الكلمة أصلها فارسي معرب من كلمة أن زند في الدولة الفارسية القديمة. الزند كان هو الشرح أو التفسير لكتاب المجوس المقدس الأبستا. طيب إزاي تحولت لتهمة؟ الشخص اللي كان بيسيب نصوص الكتاب الأصلية وبيمشي وراء التفسيرات الغريبة الزند كانوا بيسموه يزندك، يعني المتمسك بالتفسير لا بالنص. ومع دخول الإسلام وانتشار حركة الترجمة في العصر العباسي، المصطلح دخل اللغة العربية واستخدم لوصف أتباع المانوية، ديانة فارسية قديمة. وبعدها توسع المعنى ليشمل أي شخص بيظهر الإسلام ويبطن أفكار بتخالف ثوابت العقيدة أو بيحاول يضرب الدين من الداخل. الزندقة كأداة سياسية في العصر العباسي، خصوصا في عهد الخليفة المهدي، الموضوع ما كانش مجرد فكر، ده بقى فيه وظيفة رسمية اسمها صاحب الزنادقة. ليه؟ لأن الزندقة وقتها ما كانتش مجرد رأي ديني، كانت بتعتبر تهديد لنظام الدولة والمجتمع. لكن عبر التاريخ المصطلح ده للأسف تم استغلاله أحيانا لتصفية الحسابات. أي حد بيقدم فكر جديد أو بيعارض السلطة أو حتى بينافس أديب تاني كان ممكن يتهم بالزندقة عشان يتم إقصائه. شخصيات عظيمة في الأدب زي بشار بن برد وأبو نواس وحتى ابن المقفع طالتهم التهمة دي لأسباب اختلط فيها السياسي بالديني. الزندقة في الوقت الحالي، طيب ليه لسه بنسمع الكلمة دي في القرن ال21؟ الكلمة دلوقتي فقدت معناها التاريخي الفارسي وبقت تستخدم في الغالب كوصمة ستيغما. الناس النهاردة بتستخدمها لوصف أي شخص بيخرج عن المألوف في التفكير أو بيطرح تساؤلات جريئة في الدين أو الفلسفة. بقت نوع من الاغتيال المعنوي. بدل ما نناقش الحجة بالحجة بنرمي تهمة الزندقة عشان نقفل باب الكلام خالص. في النهاية الزندقة رحلة طويلة من اللغة الفارسية لساحات المحاكم العباسية وصولا لترندات تويتر وفيسبوك. المهم دايما إننا نفهم أصل الكلام قبل ما نطلقه على الناس، لأن الكلمات بتبني جسور أو بتبني حيطان، والاختيار دايما لينا. لو عجبكم الفيديو شاركونا في التعليقات. هل سمعتم الكلمة دي بتتقال قبل كده في موقف معين؟ وما تنسوش اللايك والفول ووكمان. ممكن تقول عن أغرب كلمة سمعتها في حياتكم وما كنتش عارفين معناها، وأنا هعمل لكم عنها فيديو المرة الجاية. وتصبحوا على خير.